صباح الخير اعزائي المشاهدين، وحلقه جديده من حلقات برنامجكم ميك اب لاين. زي ما عودناكم ان احنا دايما بنمشي على لاين الميك اب والفاشن وكل ما يخص المراه. والنهارده معانا فقرتين متنوعين جدا. الفقره الاولى معانا الفقره الثانيه. انا هقدم الفقره الثانيه وبعدين زميلتي تقدم الفقره الاولى، بس قبل ما اقول الفقرات خليني ارحب بزميلتي شيرين. صباح الفل يا شيرين. صباح الخير يا ايمي، عامله ايه؟ الحمد لله. ايه الجمال ده؟ حبيبتي غيرنا الواناتنا بقى خالص خلاص. بقى. انا يعني اتكلمت في الفقره الثانيه قبل الفقره الاولى، فيعني معلش اقدم بقى الفقره الثانيه هيبقى معانا مين طبعا. وبعدين تطلع بالفقره الاولى. احنا النهارده معانا يعني نتيجه لوجود فيروس كورونا الفتره اللي فاتت، وان الشعب كله كان اكتر الوقت قاعد في البيت، وكان فيه بقى ضغط والكلام ده. بدأ كتير من الشباب يتجهوا لبرامج زي التيك توك. تمام. فدلوقتي يعني في ناس كتير عندها مشاكل مع الابلكيشن ده، وناس كتير شايفه ان هو بيقدم محتوى كويس وفي نماذج كويسه. طبعا احنا بنشكر يعني الناس الفتره اللي فاتت اللي بدات تاخد خطوه ايجابيه ناحيه اي حد بيقدم محتوى غير هادف للتيك توك. عشان كده النهارده هيبقى معانا دكتور امراض نفسيه هيتكلم معانا عن كل ما يخص يعني العامل النفسي اللي بيأثر عليه التيك توك على الشباب الفتره دي، وليه هما بيتجهوا يعني برامج زي التيك توك، وليه ممكن يقدموا محتوى غير هادف لمجرد الربح فقط. ده طبعا نوع من انواع المرض يا شيرين زي ما انت عارفه. طبعا اكيد ان انا اعمل الموضوع محتوى ده غير انتشر هادف جدا. عشان اخد بس عائد مادي. ماديات. رجعنا بقى للفقره الاولى، هيبقى معانا مين؟ نرجع طبعا. لللاين بقى. الفقره الاولى هنرجع لللاين بتاعنا الاساسي ميك اب لاين، ومعانا خبيره التجميل المعروفه في الشرقيه ساره حجازي. طبعا ساره يعني غنيه عن التعريف، حاصله على جوائز كتيره جدا في الميك اب. هتكلمنا عن الميك اب وانواع البشره وايه المشاكل اللي بتواجه البنات، وخصوصا في فصل الصيف في الميك اب. وطبعا في مشاكل كتيره جدا بتواجه العرايس برضو، بيجوا بالمشاكل بتاعتهم ان هم بيكونوا عايزين حاجات معينه. ده كله هنتكلم فيه مع الميك اب ارتست وخبيره التجميل ساره حجازي. هتنورنا النهارده. طبعا احنا ما نقدرش اكيد نخرج عن ساره اللاين شغلها بتاعنا. غني عن التعريف. طبعا. واستنونا. ورجعنا لكم بعد الفاصل مع الميك اب ارتست الجميله اللي انا على المستوى الشخصي بحب شغلها جدا، الميك اب ارتست ساره حجازي، رئيسه مجلس اداره جنه ستايل. ازيك يا ساره؟ نورانا النهارده في ميك اب لاين. ده نورك يا قلبي. ايه الجمال ده والشابو الجميله دي والالوان الحلوه دي؟ ده ذوق الديزاينر بتاعتي لوجي دسوقي، وانا بحب شغلها جدا يعني. هي شغلها ما شاء الله حلو جدا بقى يعني. بحسها سعاد حسني قوي. عارفه الستايل الكلاسيك ده حاجه جامده يعني. طب أول كويس ما الحمد شفتها لله. النهاردة قلت يعني لها انا سعاد تعبتها حسني. خالص معايا بصراحه لوجي، بس هي شغلها ممتاز بنشكرها من ميك على اب مستوى لاين. الشرقيه كله ما شاء الله يعني. بنشكرها من الله ميك اب بجد. لاين. كلمينا بقى يا ساره، بداتي امتى وازاي، وكانت بدايتك في الميك اب ازاي؟ بدايتي كانت انا اساسا عندي موهبه الميك اب اصلا يعني. فقررت ان انا هبدا واشتغل، فكنت شغاله يعني كوافير شامل، ما كانش ميك اب ارتست بس. انا بقالي في الميك اب ارتست بقالي 4 سنين بالظبط. بس حبيت الشغل جدا يعني، بقالي في المجال ده 12 سنه. حبيت الشغل جدا، بحس نفسي فيه يعني. طب ايه المشاكل اللي بتقابلك يا ساره، بما اني طبعا في نفس المجال بتاعك تمام. وفي الميك اب؟ انا عن نفسي بيجي لي مشاكل كتير قوي. يعني مثلا ممكن يجي لي عروسه عايزه لوك معين، فاللوك ده مش ماشيه مع انا ملامح وشها، مشكلتي ان بتقنعيهم انا ازاي؟ مكاني في ارياف. مشكلتي ان البنت عندنا ما بتهتمش ببشرتها خالص خالص على الاطلاق، هم عارفين. احنا تعبنا من الشرقيه خالص. لو هروح الاسبوع الجاي بتجيلك النهارده. لا الشرقيه فيها اماكن كويسه جدا، بس أكيد. الارياف بالاخص قليل جدا لما تلاقي واحده جايه متفهمه وعارفه. فانا بخلي العروسه مثلا تيجي لي قبلها بشهرين تحجز، ببدا انا اعمل لها الجلسات اللي انا اهيئ بشرتها
للميك اب وكده، لان هي ما بتهتمش خالص طبعا يعني. كل ما يكون بدري اكيد بيبقى افضل. انا بس اللي بيضايقني منهم انها لما تجيب لي مثلا صوره وتقول لي انا عايزه نفس اللوك ده. شايفه نانسي عجرم، انا عايزه ابقى شبه. لا، دي مشكله يعني. المفروض انت تكوني عايزه نفسك، مش عايزه حاجه تانية، مش عايزه تقلدي حد. انا عايزاكي تبقي بنفسك. فيعني انت جايه عند سارة حجازي، واثقه في سارة حجازي، سيبي نفسك ليها بقى. طبعا. انا اختار لك الاصلح واعمله لك. طب خلينا نعرف كده في اول الفقره بتاعتنا ايه انواع البشره يعني؟ طبعا البشره العاديه دي اجمل بشره. البشره الدهنيه دي انا بحبها. البشره أنا الجافه دي انا بكرهها. بكرهها. انا بكره الدهنيه. البشره الدهنية لا، مشكلة. الدهنيه جميله معايا في الشغل. الجافه والمختلطه بالنسبه لي انا ما بحبهمش، صعبة. لان بتكون ليها اوقات زي الشتاء مثلا البشره بتبقى مستحيله يعني. يعني بس بيبقى صعب شغلك معاها ولا التج... بتبقى المشكله في ايه لا، بالظبط؟ هي المشكله في التجهيز بقى اللي قبل كده يا ايمي. انت فاهمه لما تكوني انت عارفه انت مجهزه بشرتك لايه، وعارفه انت هتتعاملي مع ايه، غير لما بتجيلك عروسه فجاه كده وتبقي مش عارفه، انا متوتره. فرحي بتتعامل بكره. معاك ازاي؟ عندنا بيحصل انا فرحي كتير. بكره. بيحصل عندنا كتير. ممكن تيجي لك عروسه النهارده وتقول لك انا بكره خطوبتي، انا طب بكره. يعني ايه بقى الرياكت بتاعك اللي بتعمليه معاها؟ بصي، انا اول حاجه بعملها ان انا وهي بضحك. لازم نبقى صحاب. بضحك. لازم العروسه تدخل عليها تحبني، طبعا حبتني عشان ترتاح لك. بتسيب نفسها خالص. فببدا بقى احس ان هي خلاص اشتغلي، شوفي اللي انت يعني شايفاه صح واعمله لي. بقت متطمنه فخلاص بقى ليكي. بنبقى عشره بجد يعني، بتبقى عشره جامده يعني. لان احنا خلاص انا فهمتها وفهمت ايه دماغها، وعارفه هي عايزه، ان كانت عايزه لوك سيمبل، عايزه لوك مطرقع، اعمله في الحدود المعقول بس. طيب بالنسبه يا ساره، يعني برضو في مشكله كتير بتواجه العرايس اليومين دول وبالذات في منطقه الارياف. تمام. الكونتور. هما بيكرهوه جدا. اه وهما ما بيقولوش الكونتور، هما بيقولوا الميك اب الارتست، احنا ما بنحبوش. بالظبط كده. وكمان بيقولوا حاجه تانية، انا مش عايزاكي تطلعيني غامقه. بالظبط، ما هم برضو فاهمين غلط. اه المفروض ان في 5 درجات من الفاونديشن، فكل درجه بشره كل لون وله درجه فاونديشن. انا عايزه اقول لك، اول ما الناس عرفت ان معانا النهارده ساره حجازي اتفاعلت معانا جدا على البيج، وجالنا اسئله برضو حبايبي كتير. كتير. يعني حابه ان انا يعني اقراها لك من الفون. يعني في ناس برضو قالت نفس السؤال بتاعك يا شاري، ان يعني ده الفاونديشن ليه كتير بيقلب لون بيتكلموا فيه. رمادي؟ لا بصي، ما انا بقول لك، انا لو ما اخترتش الحاجه الصح الدرجه. هبوظ الدنيا خالص. بالظبط. الدرجه والنوع، يعني نوع الفاونديشن. بس هو في حاجه اسمها الفاونديشن بيقلب رمادي، يعني الجراي ده انا ما بشوفش وش جراي. طبعاً في. أكيد. بص، انا عايزه اقول لك ان في ناس ماشيه في الموضوع دوت، اللي هو الميك اب ارتست، بيروحوا يجيبوا حاجات رخيصه جدا ويستخدموها، وهي فاكره ان هي عندها ماتيريال عاليه. بالظبط. لكن لا، انت ضحك وده ما عليكي. بيبانش غير لما بيتحط على البشره للاسف. بالظبط بالظبط، ما بيظهرش الا بعديها بفتره. بتلاقي- ومشكله الارياف عندنا بقى بياضيني. ايوه انا عايزه ابقى انا عايزه بيضه. اطلع بيضه. انا عايزه ابقى بيضه. طب كعكة ازاي؟ بسكر. ازاي يا جماعه؟ لا، انا اشوف لون بشرتك واعمل لك على حسب لون بشرتك. بالظبط. لا، هم بقى صعبين جدا، تعبني في الحته دي. احنا بنوجه رساله للشرقيه نهدى شويه في نهدى الميك شويه، اب، نهدى شويه. ارجوكم. طب انا عايزه برضو افهم يعني ايه المشاكل اللي بتواجه البشره بصفه عامه في فصل الصيف؟ بصي، انا بيبقى عندي مشكله العرق. العروسه اللي بتعرق بتدمر لي شغلي. يعني لما كنتش اكون مجهزه البشره وجايه لي قبلها بفتره ومتابعين مع بعض، وزي ما قلت لك كده، ممكن تيجي لي تقول لي انا فرحي بكره او بعد بكره او في خلال اسبوع، مش هلحق ان انا اجهز البشره. فبتبقى بالنسبه لي انا صعب ان انا احاول ان اشوف البرايمر اللي يقفل البشره كويس، واستخدم لها الحاجات اللي هي تبقى كويسه عليها. فده يعني هم بيضغطوني، فده بيبقى حاجه مش هو كويسه الموضوع خالص. مش سهل، بس الناس فاكرينه ان فاكرينه هو سهل. بالظبط مع كده. الاسف. بس احنا برضو في تفتح عن الاول. واهم حاجه برضو زي ما قلت يا ساره، لو العميله ارتاحت لك خلاص الموضوع لا انتهى. حبايبي، ما فيش عروسه عندي اكيد بيجي لك الناس اللي هي بتحبنيش. المسالمه، واكيد بيجي لك العروسه اللي هي لا انا بيجي لي عايزه عروسه كذا لا اللي كذا دايما كئيبه وتعيط، بس انا بفكها. ده ايه الاكتئاب ده يعني؟ والله لا، في بقى الفرح بجد. تبقى خايفه. بصي، هي عايزه ايه؟ عايزه منك ان انت تفهميها. خلاص انت فهمتيها، عرفتي هي عايزه ايه، هتعرفي توصلها. يعني عايزه ميك اب سيمبل، حاضر هعمل لك اللي نفسك فيه، بس سيبي نفسك. على فكره اللي بيحضر الميك اب خطوه خطوه بيكرهه، فعلا. لكن لما بيشوف الفينش في الاخر، لو لا اصبري للاخر. اللي هو يعني فكره ان مثلا لو ساره بتعمل لعروسه او حاجه، ففي ناس موسوسه شويه، موسوسه، كل ما ده ما بتيجي بتسيبش المرايه اي ثانيه. حاجه تحط في الوش تروح تبص لنفسها في المرايه. طب بالظبط، اصبري في الاخر وشوفي. بتوترني انا شخصيا. عايزه فعلاً. اقول لك يا ساره ان انا من الناس بقى
العكس كل الكاتيجوري دي. ليه بقى؟ انا لما ببقى بتعامل، يعني انا شغلي كله يعتبر مع شيرين اللي طالع روحها معايا. شيرين دي حبيبتي. شيرين سكر. لكن انا لما بتعامل عموما مع اي ميك اب ارتست ايا كان مين، ببقى قاعده ما ببصش في المرايه، في ثقة. ودايما اقول وفي ثقه في اللي في معايا. ثقة، بالظبط. ودايما بيبقى عندي جزء تاني، والله لو عملتي حاجه وحشه فهو في وشك، اسمك بينزل، اسمك لا، بس موجود عليه. أيوة فعلا. فبسيب نفسي مع شيرين. اسمك دي برضو بتبقى عندي انا نقطه مش كويسه. في ناس تيجي تقول لك ده في وشك، ده في وشك، ده بيبقى يعني بالنسبه للفلوس ياثروا فيكي ويقولوا لك ايه، في وشك. لا، مش في وشي، هو شغلي وانا هطلعه على يعني بشكل كويس، بس ما تقوليش في وشك. انا عايزه العروسه تيجي عندي انت واثقه في نفسك قبل ما تكوني واثقه فيا. انت لو عندك ثقه في نفسك وعارفه ان انت حلوه وجواكي حلو، يبقى يطلع منك شغل كويس. بالظبط. بس هي أهم حاجة الثقه بس الثقة. اللي بتبقى فعلا. مهزوزه فيهم شويه. طيب برضه يا ساره، في مشكله ناس كتير بيسالوا فيها، واكيد برضه عدت عليكي كتير، بس يعني انا عايزه اسمع الناس. أيوة. يعني مش كلام مش مني انا بس، كميك اب ارتست ومن ميك اب ارتست تانية، وكل الناس تمام. اللي هيسمعونا ليهم خبره في المجال عارفين الكلام اللي بنتكلم فيه. الحفر والبروز اكيد بيعدي عليكي كتير. بيجي لك حد يقول لك انا ايه ده، انت خلصتي لي الميك اب، انا لسه عندي حبايه ظاهره الحبايه اهي. لسه طالعه. حبيبتي انا مش ساحره. طالعه. ايوه انا قلت لهم نفس الجمله، أنا مش ساحرة. انا مش ساحره. اه اه. انا بداري لك العيب اللي في بشرتك، ان كانت توحدي اللون. ان كان اي مشكله في البشره، مش شرط حبوب بس، انا بداريها. بالظبط. لكن ما بمسحهاش باستيكه، لا هي موجوده. بالظبط احنا كده. مش صحراء يا جماعه. انت مش هتحطي ايدك على الوش تغيري، لا دي حاجه موجوده في البشره. لا طبعا، دي هو بشرتها كده. انت بقى عالجي بشرتك، عشان خاطر انا بيجي معايا ما شاء الله بشرات تحفه. حاجه انا بحس ان انا عملت حاجه واو. بتلاقي النتيجه. انا نفسي يعني ايه ده، بندهش. إنجاز. ايه الجمال ده. طب بالنسبه للبنات اللي بتتفرج علينا دلوقتي وحابه ان هي تداري الحفر والبروز والكلام ده في البيت، في طريقه مثلا يعني بعيده خالص عن الميك اب بقى، يعني علاج، اورجانيك في البيت وكده؟ علاج. وانا شخصيا لما حد بيسالني عن شيء انا افهم فيه، بقول انا افهم واديك النصيحه، لكن انا ما بحبش افتي. اصل انا معلش، انا مش دي دكتور، أحسن انا مش حاجة دكتوره وخسارة. جلديه. انا ميك اب ارتست. انا ممكن اقول لك تعالجي ازاي لو حاجه سهله، لكن لو مشكله كبيره يبقى انت لازم تروحي دكتور لدكتور متخصص. متخصص طبعاً. ويشوف. أكيد. بس يا رب ياخدوا العلاج، يعني هم بيمشوا عليه مره خلاص يعني. في الاهمال بيبقى من الناس. فعلا. بيرجع للبنت نفسها. العلاج موجود، بس انت ممكن تمشي عليه خطوه وتسيبي الباقي. هي اصلا اسباب الحفر اللي في الوش بتبقى ايه؟ مسام واسعه، مسام واسعه. مشاكل في البشره. في بتبقى ناس ما مشاكل بتهتمش بشرة خالص نفسها. خالص، ما يعرفوش يعني ايه تنظيف بشره. يعني لحد النهارده في ناس كتير ما تعرفش يعني ايه تنظيف بشره. فعلا. هو تنظيف البشره المفروض، انا كنت لسه هسال عليه نفس السؤال، البنت تعمل تنظيف بشره لوشها إيه؟ كم مره في الشهر مثلا؟ كم مره في الاسبوع؟ يعني بيبقى الستاب بصي، ايه؟ كل حاله بشره وليها يعني، طبعا مش هتجيب المشاكل الكبيره زي المشاكل الخفيفه، بس اقل ما فيها مره كل شهر. ده وطبعا أقل ما مع فيها. الروتين الطبيعي في البيت، ترطيب، غسول هم ما يعرفوش للبشره، الترتيب. كريم، اي كريم مرطب نحطه على البشره. المفروض شرب أهتم. الميه كتير برضه. بصي انا اكتر حد انا يضايقني النهارده يقول يعني بخاطب 2 ميك اب ارتست معايا في الهوا بخاطب 2 انا النهارده. اكتر حاجه بتضايقني لما تيجي واحده تقول لك انا عملته ما جابش نتيجه. لا، انت ما عملتيش، ما مشيتيش على الخطوات صح. هم للاسف بيتسرعوا. اه، يعني بمعنى ان بتحكم هي بسرعة. بتعمل النهارده، بتعمل بكره، ما بتعمل عملش ما بعده، جابش لقتش نتيجه خلاص فاسيبه. بتسيبه. لا غلط. لا طبعا. غلط. طب ممكن البنت تعمل لنفسها تنظيف بشره وسكين كير في ممكن البيت جداً. ولا؟ طب ايه اللي تقدر تعمله البنت في البيت؟ بصي، اول حاجه السكرابات لازم تبقى موجوده عندك. طبعا ميه الورد عشان خاطر تقفل المسام بعد الجلسه، عشان مش انسى اقولها في الاخر. والبخار. البخار جميل. والسكرابات لو حاجه نظيفه، ما يجيبوش حاجات شعبي ويستخدموها. كل ما تكون المنتج يعني حاجه معروفه، لان دي بشره طبعا. تبقى انت كده في الامان. لكن في ناس بتخاطر، ما بيفرقش معاهم ايه هو المنتج. دايما بشوف ان احنا لو بنسترخص في حاجه او بنروح للحاجه الاقل سعر، مش في النتيجة الميك اب، بتظهر. مش في الميك اب وفي في حاجات البشره عموما يعني. تمام. الحاجات دي لما بنبقى بناخد حاجه رخيصه بتاثر علينا بالسلب مهما بالظبط. كانت، فملهاش لازمه. يا ما بالظبط. جابش يا جيب حاجه كويسه. بالظبط، ده كلامي وناس عارفين انا بقول كده. معاكي تمن الحاجه كويسه هاتيها، ما معاكيش ما تعمليش. ممكن لو المنتجات برضو غاليه، او في براندات دلوقتي للبشره
باسعار وهميه، لا في ناس مش بصي، هتقدر في ممكن كل تعمل حاجات حاجه، طبيعيه مفيش في حاجه البيت. اسمها حاجه غاليه عليا. ممكن يعني بقى انا في كتير متوفر. بيقابلني يقول لي لا انا مش هقدر اجيب لا ما الحاجات شاء دي. الله، ده طب في احنا بدائل ارخص، يعني في حاجات طبيعيه في البيت بالظبط نفترض يعني. بالظبط. ده يعني اللي كنت الحاجات لسه الطبيعيه هتكلم حلوه فيه. جدا. اه ده اللي كنت هتكلم فيه دلوقتي، وهرجع للسؤال تاني. البنت تعمل لنفسها تنظيف بشره في البيت كم مره في الاسبوع؟ وكان جالنا اسئله عايزين الخطوات بالظبط، يعني اعمل رقم 1 كذا، رقم 2 كذا، هكتب لكم الخطوات وابعتها لكم. او ايه؟ طب مبدئيا هم يعملوا كم مره تنظيف بشره في الاسبوع؟ على حسب برضو حاله البشره. البشره. ما انا ما تكونش بشرتي مش محتاجه واروح العب فيها وادمرها. امم. وفي ناس ما بتقفلش البشره بعد البخار. البخار حلو جدا بس مره في الاسبوع مثلا. في ناس بتعمل البخار وما ما بتقفلش البشره، فبتسيبها مفتوحه، فبيأثر بقى بتدمر عليها. البشره. لازم تهتم بنفسها. لازم لما تجيب المنتج تبقى عارفه هي بتشتغل بايه. انا ما بدمرش بشرتي. لازم يكون عندك بشرتك دي غاليه عليك شويه، هي الواجهه. وكمان في ناس طول النهار الميك اب على وشهم وبيناموا بيه كمان. اه ده اثره ايه يا ساره؟ في ناس يعني يا ستي عادي اول وبتاع خطوه ومش بتحصل اول ما بتفرق. تصحى من النوم بشرتها بتبقى كلها حبوب. بالظبط. حتى لو الماتيريال غاليه جدا، يعني هي ملهاش علاقه لازم البشره تتنفس. لا بالظبط. لازم. بالظبط. بس هو المفروض هم يجوا ياخدوا كورسات بقى عشان نعرفهم. احنا كده ندي كورس في الحلقه فري، يعني يتفرج طبعا. على ميك اب ان لاين شاء وهو بياخد الله كورس ميك اب معاكم، فري. والله ما اقول لكم فور لا. فري. السيزون هنعمل السنه عليه دي مفاجاه انا بعد لما كنت الحلقه انا بتكلم وساره عن ان شاء الله. إن شاء انا الله. كنت بتكلم عن السيزون بتاعنا، قلت يا جماعه كورس ميك اب فري معانا الفقرات. احنا ادينا انا وشيرين انا وساره عملنا كورسات كورسز قبل كده. انا حضرت وانا فور بحضر انا فري. بحضر يعني وحبايبنا كتير يعني. الحمد لله. الحمد لله. والناس باذن الله اللي هتتفاعل مع البيج الخاصه بيكي الفتره الجايه هتبدا ان هي تاخد برضه كورس، يعني من البرنامج بقى فيه خصم ان شاء الله. وجزء منها هياخد فري. طبعا ده انا عيوني انا ليهم. بدبسك على الهوا. لا وانا موافقه، انا افرح على فكره جدا. يعني القريبين مني يعرفوني شخصيا، عارفين ان انا ما بحبش اداري، ومش بستنى ان مثلا في ناس بتعوز مقابل. انا الحمد لله والشكر لله ما الحمد لله. بستناش مقابل من حد. طبعا. طب الفترة دي في ناس برضو سألتنا عن الوصفات الطبيعية، يعني أنا مثلا لو عايزة أعمل الماسكات بقى الطبيعية بتاعتنا، اللي هو الزبادي على أيوة، الخيار، الحاجات دي الزبادي رأيك وعسل بقى رأيك فيها إيه؟ حلوة مفيدة؟ دي أورجانيك كلها ولا دي جميله فيها مشاكل؟ جميله والله. بس لو احنا نعمل، لو احنا نداوم على كده، ما انا ما اعملش النهارده واجي بكره اكسل واجي بعده اطنش وخلاص الموضوع نسي. اللي انا عملته ما جابش نتيجه لا. برضه. هي طب نفس عايزين الفكره. بقى كده منك يعني حاجة كده اكسكلوزيف للميك اب لاين، عايزين تقولي لنا كام وصفة طبيعية تعالج البشرة من مشاكل تفتيح لهالات سودة تحت العين لينا كده النهارده. بصي انا اتكلمت في نقطه قبل كده والناس عندنا خدوها تريقه لما قلت ميه الرز. دي تحفه. انا عايزه اقول لك تحفة. بقولها لك على الهوا يا شيرين. شيرين نصحتني بيها كتير جدا. انا قلت ميه لإيمي الرز كتير دي جدا. بصي هي مش حلوه للبشره بس، والشعر كمان. فعلا. والنشا جميله، النشا والزبادي رائعة. بالعسل روعه. بس انا زي ما قلت لك انا ممكن اديكي كذا وصفه بس انت مش هتعملي بيها. ليه؟ ما هو كده في كسل، في كسل مش عايزه اقول في الشعب المصري. مش عايزة أقول في كل بصي هو مش بصي اقول لك على حاجه، هو احنا بنقول دايما الوصفه بتاعتنا للجزء او للفئه اللي مش بتكسل او اللي حابه تهتم ببشرتها. يعني متابعين ميك اب لاين، يعني نقول وصفات لمتابعين ميك اب لاين. انت لو عملتي زبادي ده ترطيب لوحده. لوحده، لو يعني عملتي الزبادي لوحده كل يوم أو قبل النوم ده ترطيب لوحده. قبل عايزة النوم تفتيح؟ زبادي معاكي النشا، معاكي النشا مش بينشف البشره، ميه الرز. في ناس بيحولها بيحطوا لجافه. عليها مثلا معلقه عسل. في ناس بيحطوا عليها ليمون. بس انا ما بقى يعني الليمون ده له في بشرات على بتبقى حسب حساسه البشره. منه. طبعا. انا من الناس اللي بشرتها حاطه عليها في ناس ليمون تبقى بيحطوا عليها مشكله لبن. معايا. انا ما اقدرش احط على بشرتي ليمون خالص. صعب. بس هو يعني حاجه كويسه. واتمنى ان كل واحده تهتم بنفسها والله يعني. يا والله ريت في والله. اقل الحاجات الموجوده في البيت بتعمل نتيجه حلوه قوي للبشره لو داومنا على الاستخدام يوميا. لكن فعلا زي ما ساره قالت في يا ايمي كسل كتير قوي قوي جدا. طب انت جداً. عارفه انا في برضو حاجه بحب اقولها للعملاء بتوعي للبشره. تلج. قوالب التلج. التلج ده عشان تقفلي المسام. ولو برضو تفتيح لو التلج فيه مضاد حيوي بيعالج البكتيريا بتاعه البشره. تمام. يعني بصي انا بقول لك تلج
يعني انت على هتجيبي فكرة من في معلومات الفريزر كتير. تلج. عارفه انا كنت بعمل حاجه حلوه قوي. انا كنت بجيب خيار ابشره اه ومعلقه ميه موارد وتلج واحطها في القالب بتاعت التلج اللي هو مربعات ده، وكنت اسيبها مثلا، وكل يوم الصبح كنت احطها على وشي. كنت حسيت بنتيجه، بس برضه انا من الناس اللي كسلت جدا. والطماطم برضو في ناس طماطم بيستخدموها في حلوه جدا. التفتيح برضو. طماطم اه اه طبعا. اعمل لا فيها ايه؟ بصي هقول لك، انا هقول لك في طماطم. اضربي شويه طماطم والله وافرديها على وشك. انت عارفه انا كنت مره سمعت مقوله كده، مش صلصه اللي هو جاهزه؟ لا في البيت الجاهزه اه دي فيها مواد حافظه وفيها اضافات، انما انت في البيت هتعمليها بدون اضافات. قالت كان في زي شيف كده بتعمل اكل، كانت بنوته، فبتقول لك وانت بتضربي الطماطم تعملي التسبيكه خدي منها معلقه حطيها على وشك، يعني اعملي اكل واعملي ماسك في نفس انا الوقت. حلوه بصراحه جدا. انا ما بجد؟ بعملش بجد حاجات تحفه. طبيعيه في بيتي. انا عندي السكرابات بشتغل بيها بحيث ان هي بتديني نتيجه اكتر اه طبعا، اكيد طبعا. واسرع. هو للاسف يا ساره، هو وقت حلقتنا انتهى، بس قبل ما وقت حلقتنا ينتهي احنا حابين نعرف منك ايه النصايح اللي ممكن تديها للبنات الفتره دي خلال فصل الصيف. نختم بالنصايح. اول حاجه انا بتكلم مع رايسي مش بكلم اي بنت. اهم حاجه عايزاها فيكي ان انت تهتمي ببشرتك، لان البنات بتيجي على خلاص الفرح قرب بيبدا التوتر، مفيش نوم، قلق، اهمال في كل حاجه. وانا ما يعني عايزه كل واحده تهتم بنفسها. بس انا كل اللي بطلبه منك تهتمي بنفسك، حبي نفسك وخلي عندك ثقه في نفسك بس. نورتينا وشرفتينا النهارده حبيبتي الجميله ساره حجازي. تسلمي شكرا. ان شاء الله يكون معانا فقرات تانية كتير، والفتره الجايه بقى نعمل الحوار بعد كده ما بينك وما انا بين كنت شيرين خلاص. عاوزه اشكر شيري على الهوا. حبيبتي احنا كلنا يا بنشكر سارة. شيرين. لا بجد شيرين هي بنشكرها. وجودها في حياتي هو سبب او سر سعادتي يا قلبي ربنا بجد. يخليكي ليا يا قلبي يا رب. ربنا يديمها نعمه في حياتي يا رب. بلس تسلمي لي، وان يعني، ربنا انا معاكي. ربنا انا يوفقك يا معاكي رب. في اللي بتقوليه. لا بجد شيري وقفتها جنبي شخصيه انا. محترمه ربنا جدا. يخليكي يا قلبي، انت تستاهلي كل خير والله، ما شاء الله عليكي. شغلك اصلا الحمد بيتكلم عن لله. نفسه، ده غير الشخصيه نفسها. شفتي بقى، هي دايما بتحفزني كده. انا ما اقدرش اقول على شيرين غير انها بتقف معانا كلنا. انا على لا، المستوى الشخصي بشكرها من ميك اب لاين. نعمه لينا بجد تسلمي يا يعني. قلبي. ربنا يخليكي. للاسف فقرتنا انتهت. معانا الفقره الثانيه دكتور مصطفى عبد السلام، اخصائي نفسي ودكتور الصحه النفسيه والتربيه الخاصه، هيكلمنا عن التيك توك بقى، وتبقى حلقه مميزه جدا، فقره مميزه جدا. استنونا بعد الفاصل.